لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهامة شاب سوداني ضحى بذراعه لينقذ مصرية من الموت تحت القطار لا يعرفها. في مشهد بطولي وشهامة باللغة قدم شاب سوداني أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وتعرضت يده للكسر من أجل إنقاذ امرأة سيدة مصرية من الموت تحسن أسفل القطار في محافظة أسيوط جنوب السودان. وشاهدت محطة قطارات أسيوط حيث توقف قطار القاهرة أسوان في المحطة، ونزلت أحد السيدات وابنتها لشراء بعض الأطعمة من الرصيف المجاوز، وفجأة تحرك القطار فأسرعت السيدة وابنتها للحاق به، وتمكنت الابنة من الصعود بالقطار بسرعة. فيما قام الشاب السوداني كان القطار سوف يدهس الامرأة، لكن ضحى بذراعه وأنقذ السيدة من أمام القطار، وفجأ الجميع على الفور. أسرعت الإسعاف بالوصول لموقع الحادث، وتم نقل السيدة والشاب الذي ضحى بذراعه إلى المستشفى، حيث تعرضت أيدي السيدة وقدميها للبتر، فيما تعرضت يد الشاب السوداني للبتر أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.